القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي رشيد بن المختار بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية في بعض الفروع الأكاديمية أثار الكثير من الانتقادات على الساحة المغربية، وقد وصلت الانتقادات إلى حد اتهامه بشن حرب مقدسة ضد اللغة العربية، إلا أن الوزير برر قراره الذي سيطبق مع مطلع العام الدراسي المقبل بكونه تصحيحا للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية، وخصوصا المتعلقة بتكامل المواد التعليمية في السلك الثانوي التأهيلي. وطلب الوزير من المسؤولين الجهويين في وزارته ببدء تطبيق القرار إذا توفرت الشروط الضرورية لذلك. دائما حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور ميلود بالقادي. دكتور ميلود، أهلا بك إلى الأولى من سكاي نيوز عربية. يعني بداية، ما الأسباب الحقيقية للانتقادات الواسعة التي أتت مباشرة بعد إعلان هذه المذكرة؟ الأكيد أن الخلافات والصراعات والانتقادات التي وجهت إلى وزير التربية الوطنية هي في الأصل تعكس أزمة عميقة تهم منظومة التربية بصفة عامة بالمغرب. ونشير هنا أن مشكلة التعريب هي مشكلة قديمة جديدة، ومن الأسف أن لا توظف سياسيا. فمن المعلوم أن المغرب نهج سياسة لغوية غير ثابتة، مرة يذهب نحو الحفاظ على اللغة الفرنسية لتدريس كل المواد، ومرة أخرى اختار التعريب. وبالتالي فهذه المشكلة هي مشكلة قديمة حديثة، لكن يجب أن تحل بكيفية بعيدة عن السياسة، عن الإيديولوجية، وأن تحل بكيفية شاملة، باعتبار أن اللغة ما هي إلا جزء من المنظومة التربوية والمنظومة التعليمية. إذا أردنا الدخول أكثر في التفاصيل، إلى أي مدى تخالف هذه المذكرة الدستور المغربي؟ لا أعتقد أن المذكرة تخالف الدستور المغربي. فعلا أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية، ولكن هذا لا يمنع أن ينفتح المغرب بحكم موقعه الجيوسياسي وبموقعه أيضا بسبب تعدده اللغوي أن ينفتح على لغات أخرى. ونحن نعرف أن اللغة العربية الآن يعني لا تدخل في فئة اللغات الدولية التي تمتلك سلطة التكنولوجيا، سلطة العلم. وعلى الأساس فيجب أولا أن نتعلم لغتنا العربية في الابتدائي والثانوي، ولا بأس أن نتسلح بلغات أجنبية. دكتور ميلود، ولكن ليس اللغة الفرنسية. الانتقادات صدرت اليوم بغالبيتها من حقوقيين في المغرب، ما موقف البرلمان والحكومة المغربية من ذلك؟ إن أولا البرلمان والحكومة المغربية الآن لم يصدر أي قرار رسمي، فالقرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية هو قرار حكومي، ولا يمكن الحكومة أن تتخذ قرارا آخر مضاد. ولكن أقول أن هذا النقاش هو في العمق يمثل أزمة عميقة تنخر جسم المنظومة التربوية. فالمشكل ليس في اللغة التدريس، المشكل في المدرس، المشكل في الوزارة، المشكل في الحكومة، والمشكل في كل ما يدور في منظومة التربية والتكوين. دكتور ميلود، من المستفيد الأول من فرنسية التعليم؟ لا، صحيح أن مشكل اللغة في المغرب وخصوصا الفرنسية هو مشكل يعني كما قلت دائما قديم وجديد. أولا نحن نعرف أن المغرب هو بلد كان تابع لفرنسا، وبالتالي فيجب أن لا نسقط في نقاش سطحي. هو أن اليوم هذا الصراع هو صراع بين الفرنكوفونيين وبين القوميين. أنا أقول أن المشكل هي أعمق من ذلك،
هي في عمق غياب ما نسميه الآن بالأمن اللغوي. الآن يجب على المغرب أن يدخل في سياسة أمنية لغوية تحافظ على اللغة العربية كلغة الحضارة المغربية، كلغة الدستورية الرسمية، كلغة الهوية المغربية، ولكن لا بأس أيضا أن ننفتح. وبالتالي يجب أن لا نقع في اتجاه التطرف المنغلق، أي الذين يتشبثون باللغة الفرنسية كلغة بديلة للغة العربية، كما يجب أن لا نؤيد المتشبثين باللغة العربية للانغلاق أمام انفتاح على لغات أجنبية أخرى، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية. عرضت لنا دكتور ميلود أسس هذا المشكل وتاريخه بالفعل، لكن هل تتوقعون أن ينتهي الملف في القضاء؟ كان هناك تحذيرات اليوم. لا 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 أعتقد الآن هو يجب من ناحية السياسية هذا مشكل. بالفعل أن وزير التربية الوطنية مع الأسف لم يحترم ما نسميه بالديمقراطية التشاركية التي أصبحت من أهم أسس الدستور المغربي. هذا القرار كان على الوزير أن يفتح نقاشا عموميا مع الهيئات الحقوقية النقابية المجتمع المدني لنجد إطارا توافقيا بين كل هذه الفئات. والآن أتمنى أن لا يتحول هذا الصراع إلى صراع إيديولوجي سياسي بين من ينتقد النخبة الفرنسية المتحكمة في الاقتصاد المغربي. ماذا تتوقعون دكتور ميلود لهذا الإطار الجديد الذي سيتفق عليه غالبية الشركاء؟ لا، أولا يجب أن نكون موضوعيين. لا يمكن لأي دولة أو أي أمة أن تتقدم خارج لغتها الأصلية، كما أنه لا يمكن لأي أمة أن تعيش منغلقة بلغتها. نحن الآن مع احترام اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، ويجب هذه اللغة أن لا تبقى سجينة الجامعات والمدارس، بل يجب أن تصبح اللغة الإدارية، اللغة الاقتصادية، اللغة الإعلامية، وأيضا انفتاح على لغات أخرى كاللغة الإنجليزية التي هي اليوم هي لغة التكنولوجيا، هي لغة العلم. وبالتالي يجب أن نذهب إلى التوافق حول اللغة العربية، وأيضا الانفتاح على لغات أجنبية، ليس بالضرورة اللغة الفرنسية، بل اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية والصينية. وأعتقد أن كل التقارير الدولية تؤكد أن المغرب عليه الآن أن يتجاوز عقدة أو الارتباط باللغة الفرنسية ليتقدم لغويا. تتحدثون بالفعل ما يجب أن يحصل، لكن يعتبر البعض أن هالمسألة تزيد من التخلف العلمي والأكاديمي، وأنها تتم من أجل مصالح فئوية وإيديولوجية ضيقة. كيف سيتم إقناع هذه الفئة؟ لا، صحيح مع الأسف أن النخبة المهيمنة اقتصاديا وسياسيا هي نخبة نخبة تابعة للمعسكر الفرنسي. الآن أن المغرب أو أن العديد من الأسر أصبحت تتجه نحو اللغة الإنجليزية، لأنها الآن على المستوى الدولي فاللغة المقبولة على مستوى النشر والتقييم والبحث العلمي هي اللغة الإنجليزية. اللغة الفرنسية هي لغة متخلفة جدا ولا تعتمد كلغة أساسية في التقييم البحث العلمي وفي التقييم الدولي للأبحاث العلمية. وبالتالي يجب علينا الآن أن ننفتح أكثر على اللغة الإنجليزية، ما دام هي لغة الاقتصاد، هي لغة العلم، هي لغة البحث العلمي، ولكن يجب أن لا نغفل اللغة الأصلية، لغة الهوية هوية الإنسان المغربي، هوية الدولة المغربية، ألا وهي اللغة العربية. شكرا جزيلا لك دكتور ميلود بالقادي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، حدثنا من الرباط.